في أشخاص ما عندهم قدرة على التعامل مع الفشل. إذا فشل في إنه يحقق رقم 1 أو فشل في إنه يحقق B أخذ C، فعنده ما يسمى بالتفكير التضخيمي catastrophic thinking. انتهى كل شيء، أنا بطلع من الجامعة خلاص حياتي انتهت، مستقبلي تدمر. الله 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 الله. ترى طبيعي إنك تفشل، ها؟ وهذا الشيء اللي فيجيني واحد يقول أنا عليكم. الفيديو ده صورته بعد العملي في الكلية، كان خلاص اخر يوم عملي في الكلية في سنة تانية. بعد كده ان شاء الله هنزل المستشفى، استنى فلوج المستشفى اول مرة في تانية كلية، وهنزل ان شاء الله قسم بحبه جدا، فاستنوا ان شاء الله. في فكرة حابة اتناقش معاكم فيها، وهل نتيجة افكارنا بتأثر على حياتنا ومذاكرتنا، وان احنا نبقى اشخاص ناجحين او اشخاص فاشلين ولا لا؟ هو الحقيقة هو أكتر شخص بيأثر عليك إذا كان في يومك أو مذاكرتك أو في حياتك عموما هو أنت للأسف. يعني الإنسان هو اللي بيأثر على نفسه. أنت نفسك هو أكبر عائق ليك، اللي ممكن تقدمك قدام 10 خطوات أو ممكن ترجعك ورا 100 خطوة. فخلي بالك كويس من الأفكار اللي بتيجي في راسك، فلازم أنت تتحكم في عقلك في الأفكار اللي بتيجي في عقلك، مش هو اللي يتحكم فيك. إنك تعمل عكس ما رغباتك عاوزة. يعني طبيعي الإنسان كل البشر عادي ما بتحبش إنها تعمل مجهود او تخرج من الكومفورت زون بتاعتها، فانت اعمل عكس فطرة الانسان وطبيعته. سيب التليفون لان التليفون بيستهلك طاقتك جدا، وقوم شوف اللي وراك عاوز تعمل ايه. تخيل معايا كده لو ربنا سبحانه وتعالى ساب الانسان لنفسه، فنفس الانسان هي كفيلة اصلا انها تهلك الانسان وترجعه 10 خطوات ورا. فخليك مع ربنا دايما بالصلوات بالقرآن بأي حاجة، وشوف اتعلم عن دينك اكتر، عشان يبقى عندك يقين ان انت طالما اتحطيت في موقف يبقى اكيد هتعدي من المنحة دي بفضل من ربنا. مهما كنت في الوقت ده مرهق تعبان مش قادر تعمل اي حاجة، طالما انت متيقن ان ربنا هيعديك منها، طالما انت عملت كل اللي عليك يبقى اكيد ان شاء الله هتعدي منها. لو خايف مثلا تبدأ في حاجة عشان لا قدر الله تفشل فيها، يبقى مش هتبدأ اي حاجة وهتخليك قاعد مكانك. ما بتقلقش وما تحسبهاش كتير، طالما ربنا حطك في مكان ده المكان المناسب ليك. كتير بلاقيه على فيديوهاتي لما بقرأ الكومنتس، انا خايفة ادخل كلية معينة عشان لا قدر الله لحسن افشل فيها. هو انت دخلت الكلية دي او انت عارف اصلا انت هتتأقلم عليها ولا لا؟ فانت اصلا ما دخلتش عشان اصلا تحط اللي هو حسابات وتوقعات من مخك. فانت طالما حابب المجال او لا اللي انت داخله، طالما ربنا حطك فيه يبقى اكيد ده المناسب ليك، وانت اعمل اللي عليك. هتفضل تجرب كتير لحد ما هتلاقي الحاجة المناسبة ليك. طبيعي جدا في الاول هتلاقي صعوبات وهتلاقي حاجات كتير بتعوقك ان انت تعمل الحاجة اللي انت عاوزها. هتجيب في اول سنين الكلية درجات مش احسن حاجة، فده طبيعي جدا عشان انت داخل سنة جديدة لسه بتتعلم، اذا كان بقى دراستك بالانجليزي فكل ده جديد عليك. خليك دايما عند حسن ظن بالله. طالما انت حاطط في دماغك ان انت هتفشل لو دخلت الحاجة دي، اكيد هتفشل. ان شاء الله هتعديها وتنجح وتجيب تقديرات عالية ان شاء الله. الكلام ده مش تحفيز ليكوا، انا بس بفكر نفسي الاول قبل ما افكركم ان احنا لازم نحسن الظن بالله، وان احنا نعمل اللي علينا، واحنا مش جايين في الدنيا دي غير ان احنا نعمل اللي علينا، ونهتم جدا بالجانب العملي والجانب الديني، وننساش ولا نأهمل واحد فيهم. بس كده، وبالتوفيق ليكم، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. شاركوني في الكومنت رايكم، هل نتيجه افكارنا بتاثر على حياتنا ولا لا؟ كتبت التو ليست اللي هو المحاضرات اللي عليا النهارده. الحمد لله محاضرات قليله شويه، عندي 3 محاضرات، فان شاء الله اخلصهم. يا سلام، ترى عادي انك تسقط بعد وتصير لا شخص لامع فيما بعد. فكيف تتعامل مع الفشل؟ هذا مهم انه يعرف الطالب الجامعي، لان اكيد راح يصير عندنا اوقات نفشل فيها. ليش؟ لانه لا يمكن انك تنجح ما لم تفشل. الفشل هو مركب اساسي للوصول للنجاح.